أنا ولاء، يتيمة الأم والأب، عايشة لوحدي بقالي 4 سنين. والدي سابلي شركة صغيرة للمواد الغذائية، وأنا اللي بديرها مع خالي لأنه شريك فيها. اتعرفت على سعيد خطيبي في مؤتمر صحفي، ومع الشهور قربنا من بعض أكتر. فضلنا مخطوبين لمدة 2 سنين، وآخرة المتمة لقيته بيقولي: مالك يا ولاء ساكتة من ساعة ما قعدنا؟ في حاجة مضايقاكي ولا ايه؟ بصراحة يا سعيد، في حاجة مضايقاني قوي، ومش عارفة اتكلم فيها ازاي، علشان كل مرة بتتخانق او نلف وندور في نفس الدايرة. نتخانق ليه بس؟ قولي اللي جواكي، ما انت عارفة ان مفيش حاجة بينا ما بتتقالش. الشقة يا سعيد، الشقة هتخلص امتى؟ انا بقالي كتير ساكتة ومقدرة ظروفك. بجد ابتديت احس ان احنا واقفين مكاننا. كل ما افتح الموضوع تقولي استنى شوية، الدنيا صعبة، المرتب مش مكفي. طب لحد امتى؟ سعيد نزل عينه على فنجان القهوة، كأنه حافظ الكلام ده. والله يا ولاء لو بإيدي كان زماني متجوزك من أول سنة خطوبة. انت فاكرة اني مبسوط واحنا كده؟ انا اصلا متضايق من نفسي، بس اعمل ايه؟ الشقة الإيجار بقت بأسعار خرافية، والتمليك مستحيل دلوقتي، وانا عايش مع أمي وأختي في شقة قديمة، وانت شفتيها بنفسك، دي بالعافية شايلانا. أنا فاهمة كل ده، والله فاهمة، بس احنا بقالنا 2 سنين مخطوبين يا سعيد، 2 سنين، واحنا مش صغيرين علشان نقعد نستنى كأننا بنلعب. أنا داخلة على 30 وانت كمان. كل اللي حوالينا بيسألونا امتى الفرح، وانا بقيت محرجة ارد ازاي. يا حبيبتي ما تزعليش مني، والله ما يهون عليا اشوفك متضايقه بسببي. انتي اغلى حاجه في حياتي، لو عليا افرشك الارض ورد، بس الظروف غصب عني. شغلي على قده، والمرتب بالعافيه بيكفي البيت ومصاريف امي واختي. انا حتى بقيت بحوش بالعافيه. طب واحنا هنفضل كده لحد امتى؟ سنة، 2، 5؟ يعني اسيب نفسي معلقة على امل؟ انا بحبك يا سعيد، بس الحب لوحده مش كفاية. طيب بصي، ما تزعليش من اللي هقوله. اتفضل قول يا سعيد. أنا فكرت في حل مؤقت لحد ما ربنا يكرمنا، يعني بدل ما نفضل مستنيين ونأجل الجواز. ايه رأيك بعد الجواز اجي اعيش معاكي في البيت اللي انت فيه دلوقتي، مؤقتا بس، لحد ما اقدر احوش ونجيب شقة تملك لينا. ولاء بصت له كأنها مش مستوعبة اللي سمعته. نعم، تعيش معايا في بيتي، في بيتي انا؟ وفيها ايه بس يا ولاء؟ البيت واسع وانت عايشة لوحدك، بدل ما احنا بنضيع عمرنا في الانتظار، وبعدها اول ما الدنيا تظبط معايا هننقل فورا. يعني هي وصلت لكده يا سعيد؟ بعد 2 خطوبة الحل انك تيجي تقعد في بيتي؟ سعيد اتوتر جدا وقال لها: ما تخليش الموضوع بالشكل ده، انا مش قصدي حاجة وحشة، احنا اصلا هنكون متجوزين. ولاء قامت من مكانها وهي ماسكة شنطتها. اسمع يا سعيد، انا مش هقدر ارد عليك دلوقتي، سيبني افكر، علشان بصراحة انا مش فاهمة حاجة. ولا استني، انت زعلانة مني؟ لا مش زعلانة، بس محتاجة افكر كويس. ولاء قامت وسابته وروحت على بيتها. وتاني يوم ولاء كانت قاعدة عند خالها في صالة بيته. مالك يا ولاء؟ من ساعة ما جيتي وانت وشك مش عاجبني، حصل ايه بينك وبين سعيد؟ أنا مش عارفة أعمل إيه يا خالي. سعيد لحد دلوقتي ما خلصش موضوع الشقة، وكل مرة نفس الكلام: الدنيا صعبة، الفلوس قليلة، واستني شوية. وآخر مرة فاجئني بحل غريب. حل ايه ده؟ قال لي نتجوز ويجي يعيش معايا في بيتي مؤقتا لحد ما ربنا يفرجها عليه. طب ما هو عنده حق في موضوع المصاريف يا بنتي. حق؟ يعني ايه حق يا خالي؟ هو انا استنيت 2 سنين علشان في الاخر الاقي نفسي فاتحة بيتي واصرف على جوازي كمان؟ استهدي بالله واسمعيني، الدنيا بقت صعبة على كل الشباب يا بنتي، زمان غير دلوقتي، والشقة دلوقتي بقت حلم. وانت طول السنتين دول شفتي من الواد حاجة وحشة؟ قال أدبه عليكي؟ كدب عليكي في حاجة ولا قصر معاكي؟ لا هو كويس معايا وبيحبني كمان، وانا عارفة ده، بس خايفة يا خالي. خايفة من ايه بس يا بنتي؟ خايفة يتعود، خايفة وافق، وبعدها افضل سنين اقول مؤقتا مؤقتا ومفيش حاجة تتغير. انا قعدت جنبه 2 سنين على امل ان هو يجهز نفسه، وفي الاخر مفيش خطوة حقيقية.
يا بنتي وهي الفلوس ولا الشقة هي اللي بتعمل الجواز؟ بص لي أنا، الشقة دي كتبتها باسم مرات الله يرحمها، وهي ماتت وسابتني لوحدي. ابني الكبير متجوز بعيد، والصغير مسافر زي ما انت عارفة، وادي البيت فاضي عليا. الدنيا عمرها ما كانت مضمونة. ولو انت بتحبيه وهو محترم وواقف جنبك، يبقى فكري بعقلك. يعني ايه يا بنتي تفضلي مخطوبة 5 سنين يعني؟ عقبال ما يحوش. العمر بيجري يا ولاء. ولاء بصت للأرض وهي ساكتة. خالها طبطب عليها وقال: توكلي على الله يا بنتي، بس خدي منه وعد. خلى عنده خطة واضحة ومدة محددة، علشان لا انت تظلميه ولا تظلمي نفسك. ولاء طول الليل كانت قاعدة تفكر في كلام خالها. كل شوية تفتكر خوفها من فكرة إن سعيد يعيش معاها، وكل شوية تفتكر حنيته معاها طول السنتين اللي فاتوا. وفي الآخر قالت لنفسها: يمكن فعلا الظروف صعبة عليه، ويمكن أكون بظلمه. وتاني يوم بالليل مسكت الموبايل وكلمت سعيد. سعيد أول ما شاف اسمها رد بسرعة وكأنه مستني المكالمة. الو، ايوه يا ولاء. انا من امبارح مش عارفة انام، فضلت افكر في كلامنا، وخايفة اكون زعلتك او حسستك بحاجة وحشة. والله ما كان قصدي اقلل منك ولا من نفسي. انا بس كنت بدور على طريقة تجمعنا، بدل السنين اللي بتضيع من عمرنا واحنا مستنيين. أنا فكرت كويس جدا يا سعيد، وقعدت مع نفسي كتير، وكمان اتكلمت مع خالي. بصراحة لسه عندي خوف، لكن أنا بحبك ومش عايزة أفضل متعلقة أكتر من كده. علشان كده أنا موافقة، بس بشرط واضح وصريح، إن الوضع يبقى مؤقتا فعلا. سعيد قام من مكانه من الفرحة وقال: والله يا ولاء أوعدك، أوعدك قدام ربنا إني عمري ما هخذلك. أنا هشتغل ليل نهار لو لزم الأمر، علشان أحققلك اللي تستحقيه. أنت عمرك ما هتحسي إنك خدتي قرار غلط، وهثبتلك إن أنا الاختيار الصح. وفعلا خلال شهور بسيطة تم الجواز. أول شهرين كانوا شبه الحلم. سعيد كان بيشارك في مصاريف البيت، يجيب طلبات ويدفع الفواتير، ويحاول يثبت نفسه إنه قد المسؤولية. ولاء بدأت ترتاح وتقول لنفسها: يمكن فعلا كنت خايفة زيادة عن اللزوم، لكن أكيد هو الشخص الصح. لكن بعد الشهرين دول بدأت تغيرات تظهر. مرة سعيد يقول إن المرتب اتأخر، ومرة إن عليه التزامات، ومرة إن ظروف الشغل صعبة. وفي ليلة رجع البيت متوتر جدا. ولاء كانت قاعدة في الصالة أول ما شافته وقالت: مالك يا سعيد؟ من ساعة ما دخلت البيت وشك متغير وقاعد ساكت ومش على بعضك خالص. في حاجة حصلت في الشغل ولا حد من أهلك تعبان؟ أنا بصراحة قلقت من شكلك جدا ومش مطمنة. بصراحة في مشكلة كبيرة حصلت عند أمي، والموقف مش بسيط زي ما تتخيلي. المواسير ضربت في الشقة كلها، والمية غرقت المكان بالكامل، والدنيا هناك باظت خالص. أمي وأختي مش عارفين حتى يناموا أو يقعدوا مرتاحين في المكان بالشكل ده. يا نهار أبيض! طب الحمد لله إنهم بخير، بس دلوقتي هيعملوا إيه؟ أكيد في حل يعني. ممكن يقعدوا عند قرايبكم كام يوم لحد ما الشقة تتصلح وتبقى صالحة تاني. أنا الحقيقة كنت بفكر في حاجة كده، بس خايف تزعلي أو تفهمي غلط. قلت يمكن يعني بقول يمكن لو ينفع أجيب أمي وأختي يعيشوا معانا هنا فترة بسيطة جدا، مجرد وقت، لحد ما أصلح المواسير والدنيا هناك تبقى تنفع للسكن تاني. ولاء وشها اتغير فجأة. لا يا سعيد، الموضوع ده بالنسبة لي صعب جدا وما ينفعش. احنا لسه متجوزين ولسه بنتعود على حياتنا وعايزين شوية خصوصية. لو في أزمة فعلا يبقى أجر لهم شقة مؤقتة أو أي مكان قريب لحد لما المشكلة تتحل. إيجار إيه بس يا ولاء؟ هو أنا معايا حق الإيجار أصلا؟ أنا بالعافية بلحق نفسي ومصاريف البيت، وبعدين دي أمي وأختي، يعني مش هسيبهم في الشارع. إزاي أعمل كده وأنا راجل مسؤول عنهم؟ وأنا ما قلتش سيبهم في الشارع، لكن برضو ما ينفعش حد يجي ويعيش معانا هنا. البيت ده محتاج راحة وهدوء، وأنا بصراحة مش مستعدة حد يدخل يعيش وسطنا بالشكل ده حتى لو أهلك. طيب اهدي يا حبيبتي، حاولي تحطي نفسك مكاني. لو أبوكي أو أمك كانوا موجودين وحصل لهم أزمة، كنت هتقدري تسيبيهم؟ أنا مضغوط جدا ومش لاقي حل تاني. دي أمي وأختي يا ولاء، يعني مين هيسندهم لو أنا موقفتش جنبهم؟
اسمع يا سعيد، أنا فاهمة موقفك جدا، لكن ردي واضح. الموضوع ده مرفوض بالنسبة لي. مش هقدر أعيش مرتاحة لو في حد يقعد معانا. أنا بقولك بصراحة من البداية، علشان بعدين ما نزعلش من بعض. سعيد وقتها سكت، لكن ما كانش مقتنع بالكلام. تاني يوم ولاء نزلت شغلها وهي متضايقة، لكن كانت متأكدة إن كلامها واضح. رجعت آخر اليوم وفتحت الباب واتجمدت مكانها. لقت شنط سفر جنب الحيطة. أم سعيد وبنتها قاعدين في الصالة. سعيد جري عليها، ولاء وشها أحمر من الغضب. إيه ده يا سعيد؟ أنت بتهزر؟ مامتك وأختك هنا بيعملوا إيه بعد كل الكلام اللي اتقال امبارح؟ أنت جبتهم البيت فعلا، رغم إن ردي كان واضح جدا وصريح. سعيد أخدها ودخل الأوضة بعيد عن أمه وأخته. بالله عليكي وطي صوتك يا ولاء واسمعي بس. الموضوع حصل فجأة جدا. ماما فضلت تعيط لي بعد ما نزلت الشغل، وكانت منهارة حرفيا. حسيت ان انا لو سبتهم يوم واحد كمان هبقى قليل الاصل وابن عاق وما عنديش ضمير. أنت بتتكلم بجد؟ هو مش إحنا اتفقنا؟ أنا قلت لك بوضوح، مفيش أي حد هيعيش معانا في البيت. تقوم مستني أنزل الشغل وتجيبهم من ورايا؟ ده اسمه احترام لكلامي ولا استهبال؟ معلش يا ولاء، والله ما كان قصدي اكسر كلامك او ازعلك، بس اعمل ايه؟ امي كانت بتعيط وبتقولي انها مش لاقيه مكان تنام فيه، وانا شغل على قدي، وانتي عارفه ظروفي، وفلوسك اصلا عمري ما قربت منها. ولاء بصت له باستغراب وغضب وقالت: قصدك ايه ما قربتش من فلوسي؟ انت بتلمح لإيه بالظبط؟ يعني عايز تصرف على أهلك من فلوسي؟ وبعدين شغلي ده أنا عارفة أديره كويس قوي، ومش محتاجة حد يقرر لي أعمل ايه ولا أصرف على مين. لا يا حبيبتي، فهمتي غلط. انا مش عايز منك جنيه واحد والله العظيم، بس خليهم مؤقتا، كام اسبوع بالكتير. اول ما الشقه تتصلح هرجعهم فورا. ما ينفعش امي تفضل في الشارع وانا عايش مستريح. ولاء فضلت رافضة أيام، لكن مع الضغط والزن وكلام سعيد المستمر وافقت غصب عنها. عدى الوقت، ومساعد وبنتها كانوا بيعاملوا ولاء كويس جدا، بيساعدوها في البيت ويهتموا بالأكل ويظهروا حب كبير ليها. لحد ما في يوم ولاء اكتشفت إنها حامل. فرحة البيت كلها اتقلبت، لكن بعد أسابيع أم سعيد طلبت منها طلب غريب جدا. بقولك ايه يا حبيبتي، كنت بفكر بما اننا بقينا اهل وانتي حامل دلوقتي، فايه رأيك تكتبي البيت ده باسم سعيد؟ يعني في الاول والاخر جوزك وابو ابنك حبيبك، والبيت يفضل في العيلة، بدل ما بعد عمر طويل يروح لحد غريب. ولاء حسيت قلبها وقع، بصت لها بصدمة وقالت: اكتب البيت باسم سعيد؟ اه يا حبيبتي وماله، ده علشان ابنك في المستقبل ان شاء الله. وبعدين انت عندك شركة صغيرة، يعني تقدري تجيبي بدل البيت اتنين وتلاتة. ولاء وقتها بصت لها بدون كلام، ودخلت غادة وقالت: ها يا ماما، معاكي الفلوس؟ استني يا حبيبتي اقعدي هنا. بقولك ايه يا ولاء، ما معكيش 1000 جنيه كده عقبال ما ابني يرجع من شغله؟ اصل خطيب بنتي هيجي عندنا النهارده، ومحتاجين نجهز له اكل من بره، لزوم القعده وكده، هو اول مره يشرفنا هنا. وقتها قمت من مكاني من غير ولا كلمه ودخلت اوضتي. هي مالها يا ماما؟ يكونش اتضايقت ولا ايه مننا؟ لا طبعا يا حبيبتي، مرات اخوكي هتتضايق مننا ليه بس؟ بقولك ايه، مش لازم بقى النهارده غدا لخطيبك، اعملوا له شويه عصير وحلويات في التلاجة بقالها يومين، هو كده كده خطيبك ما بيفرقش معاه. اخصى عليكي يا ماما، ده طيب وغلبان، ولو اي حاجه اتحطت قدامه ما بيقولش لا عليها، بياكلها وهو ساكت. ما هو ده يا حبيبتي اللي بتكلم فيه، انه جعان. يلا، معرفش بتحبي فيه ايه، ما نشوف اخرتها معاه. يوه بقى. طب بقولك ايه، قلت لسعاد اخويا على المصيف؟ هي الجو بقى نار، ومحتاجين نروح بقى الاماكن السياحيه الغاليه، وما تقوليش بقى عين سخنه ولا جمصه ولا الكلام ده كله. انا مرات اخويا مديرة شركه، يعني تطلعنا احسن مكان. طبعا لازم تطلعنا، انا بس مستنيه اخوك يجي وهقوله يطلعنا الساحل، نتفسح بقى ونفك عن نفسنا شويه. وفعلا آخر النهار سعيد رجع من شغله، ووالدته كانت قاعدة مستنياه. بقولك يا سعيد، الجو بقى صعب قوي، والبيت عامل زي الفرن، ايه رأيك نطلع الساحل كام يوم؟
نغير جو، كلنا مخنوقين من قعدة البيت. ساحل إيه بس يا أمي؟ أنا ما معيش فلوس للكلام ده دلوقتي، المصاريف كتير والدنيا مش مستقرة، مش حابب أفتح على نفسي التزامات زيادة وأنا بالعافية ملاحق. طب ومراتك يا ابني، ما شاء الله عندها شركة وشغالة كويس، الفلوس دي كلها بتروح فين؟ وبعدين كلنا مش كتير، ده أنا ومراتك وأختك، وكلنا محتاجين نغير جو ونفرفش. أنا عارف يا أمي إنها بتتعب وبتكسب، بس بصراحة ما بحبش أجي على فلوسها أو أحسسها إن أنا معتمدة عليها، بحب أكون أنا اللي شايل المسؤولية على قد ما أقدر. يا ابني دي مراتك مش حد غريب، وانت جوزها وأبو ابنها. ممكن يكون عندك حق يا أمي، يمكن أكلمها ونشوف لو هي موافقة، نخطط لحاجة بسيطة، أهم حاجة نبقى مبسوطين سوا. دخل سعيد الأوضة وهو متوتر، ولاء كانت قاعدة على السرير ماسكة ظهرها من التعب، وبطنها الكبيرة مخلياها متضايقة ومجهدة. بقولك إيه يا ولاء، كنت عايزة أتكلم معاكي في حاجة كده. ماما بتقول نطلع الساحل كام يوم نغير جو، بصراحة حسيت يمكن ده يفك عنك شوية ويغير مودك. ساحل ايه بس يا سعيد؟ انت شايف حالتي، انا بطني على قلبي وممكن اولد في اي لحظة، هسافر واتحرك وبهدل نفسي ازاي وانا بالعافية باخد نفسي؟ عارف والله تعبك يا ولاء، بس ده كام يوم بس مش كتير، نغير مودنا شوية وعلى الأقل نفسيتك تتحسن، يمكن البحر والهوا يريحوك شوية. طب وانت معاك فلوس للمصيف والكلام ده اصلا؟ وبعدين بصراحة انا والله مخنوقة من مامتك، ومش حابة اطلع معاها اي مكان بعد كلامها ليا النهاردة. أنا بصراحة كنت بفكر أخد منك فلوس سلف، يعني بعد إذنك يعني، والله هرجعهم ليك إن شاء الله. بس استني، أمي قالت لك إيه النهاردة خليكي زعلانة كده؟ سلف ايه بس؟ عارف يا سعيد، انا ما بقيتش اصدق الكلام ده، من اخر مرة قلتلي مامتك واختك هيقعدوا مؤقتا، وبقالهم 8 شهور عايشين معانا، وده كمان غير النهاردة مامتك داخلة تقولي اكتبي البيت باسم سعيد. هي بتتكلم ازاي اصلا؟ انا تعبت من التلميحات والحركات دي، وحاسة اني مش مرتاحة في بيتي. سعيد سكت لحظة، نزل عينه في الأرض وقعد على طرف السرير، صوته بقى أوطى وكأنه مش لاقي كلام يبرر بيه أي حاجة. والله يا ولاء أنا محرج منك قوي، ومش عارفة أقولك إيه، لأن عندك حق في حاجات كتير، يمكن فعلا حملتك فوق طاقتك من غير ما أحس، وأمي أكيد ما كانش تقصد حاجة تضايقك أو تقصد حاجة وحشة، بس حتى لو ده حصل حقك عليا أنا، وبالنسبة للمصيف خلاص مش هجيب سيرته تاني. ولاء بصت له شوية ولاحظت قد إيه هو مكسور ومحرج فعلا، عصبيتها بدأت تهدى، خصوصا لما شافته مش بيجادل ولا بيبرر. خلاص يا سعيد ما تزعلش مني، أنا يمكن اتعصبت شوية فوق اللزوم، الحمل مخليني مضغوطة. بص، الفيزا بتاعتي في الشنطة، خدها واحجز لنا مصيف وخلاص، بس بشرط يكون مكان هادي وقريب، علشان لو حسيت ان انا تعبانة نرجع فورا، وانا مش عايزة مشاكل وكلام يضايقني هناك، عايزة اروق اعصابي وبس. بجد شكرا يا ولاء، كتر خيرك والله، انت بنت اصول ومش بتقصري ابدا، وانا مقدر ده كله، اوعدك الرحلة دي تبقى مريحة ومش هزعلك ابدا. بعدها عدى كام يوم، وفي يوم السفر ولاء كانت قاعدة على الكنبة تعبانة. يلا يا ولاء، خلصي بقى، احنا فاضل لنا ربع ساعة ونمشي، ما تفضليش قاعدة كده كتير. ولاء حاولت تقوم لكن ما قدرتش وقالت: استني يا طنط، بطني وجعني قوي فجأة، الوجع غريب ومش شبه أي تعب قبل كده، حاسة ظهري بيتكسر ومش قادرة أتحرك. ايه بس دلوقتي يا ولاء؟ هو لازم كل حاجة تيجي وقت السفر؟ أكيد تعب عادي من الحمل، قومي اتحركي شوية وهتبقي كويسة. ولاء حاولت تاخد نفسها لكن الألم زاد عليها. سعيد، يا سعيد بالله عليك تعالى، أنا تعبانة قوي، حاسة إن في حاجة غلط، أو مش قادرة أخد نفسي كويس، الحقني بالله عليك. سعيد خرج من الأوضة بسرعة. مالك يا ولاء في ايه؟ انت كويسة؟ استحملي شوية، يمكن ارهاق عادي من الحمل، اصل احنا خلاص هننزل، ماما مجهزة كل حاجة. حماتها شدته ناحية باب المطبخ واتكلمت بصوت واطي وقالت: اهدى يا سعيد، بلاش توتر، دي أكيد مش ولادة فعلا، ده مجرد وجع وهيروح لحاله، فسيبها هنا اقفل عليها الباب وخلينا احنا نكمل مشوارنا،
تعال بس ندخل ننيمها على السرير وهترتاح وتبقى زي الفل. فعلا أم سعيد فضلت تزن عليه وتسايس فيه بكلامها لعند ما قفلوا عليها الباب وسابوني لوحدي. وقتها كنت حاسة إني هولد. حاولت أمشي على قد ما أقدر واتصلت بخالي علشان يلحقني. ولاء، مال صوتك يا بنتي؟ انت كويسة؟ في ايه؟ اتكلمي بسرعة، خوفتيني عليكي. الحقني يا خالي، أنا شكلي بولد، تعبانة أوي ومش قادرة أتحرك. بالله عليكي بعتلي إسعاف بسرعة وتعالى. اهدي طيب وخدي نفسك، مسافة السكة وهتلاقيني عندك. بعد وقت قصير وصلت سيارة الإسعاف، ولاقي كانت مرهقة جدا وشبه فاقدة للوعي من شدة التعب والخوف. وفي المستشفى بعد ساعات طويلة من الألم سمعت صوت طفلها لأول مرة. دموعها نزلت وهي بتضم لحضنها. وتاني يوم الصبح وهي على سرير المستشفى موبايل بتاعها رن برسالة من البنك: خصم 25,000 جنيه باستخدام البطاقة بتاعتها في الساحل. ولا بصت لها ثانية، ملامحها هدت بشكل غريب. 25,000 جنيه من الفيزا بتاعتي؟ يعني سافروا فعلا وصرفوا كمان. حتى جوزي ما اتصلش بيا يطمن عليا. الغريبة ان انا مش زعلانة، انا بس بقيت فاهمة حاجات كتير، لكن هندمهم على كل ده علشان يستغلوني. وبعد مرور 7 أيام رجع سعيد وأمه وأخته من الساحل، ووقفت أم سعيد تتكلم معاهم قدام باب البيت. بصراحة المصيف جه في وقته، كنت مخنوقة قوي. البحر فكلي نفسي شوية. بس قولي يا سعيد، مراتك أكيد لسه زعلانة من ساعة ما سيبناها، صح؟ أصل الحوامل بيبقوا حاسين قوي ويعيطوا على كل حاجة. أكيد قاعدة تعيط يا ماما، دي أصلا كانت بتتقمص من أي كلمة. بس بصراحة أنا مستغربة إنها ما كلمتش سعيد طول الأسبوع ولا حتى رسالة. غريبة شوية يعني. سعيد كان ساكت طول الطريق، ماسك موبايله ووشه متوتر. بصراحة الموضوع مضايقني، أنا حاولت أكلمها مرتين، الموبايل بتاعها مقفول. قلت يمكن زعلانة، بس أكيد خالها جه وقعد معاها، يعني مستحيل تكون قاعدة لوحدها. يا ابني بطل دلع، هي مش طفلة صغيرة. وبعدين انت كنت محتاج تروق على نفسك، طول السنة شايل هم ومصاريف. وبعدين احنا سيبناها مرتاحة في بيتها. سعيد طلع المفتاح من جيبه وهو بيقول: أول ما ندخل هصالحها على طول، وهجيب لها حاجة حلوة وأفهمها إن اللي حصل ما كانش قصدي. يمكن أنا فعلا غلطت لما سبتها وهي تعبانة. لكن المفتاح ما دخلش أصلا، وقف مصدوم. لف مرة واتنين وتلاتة، لكن فجأة لقوا يافطة مكتوبة عليها تم بيع البيت. طلع موبايله بسرعة واتصل بولاء، لكن الموبايل كان مغلق. في اللحظة دي صوت عربية وقف قدام البيت، ونزلت من العربية ولاء وهي شايلة ابنها على دراعها. قربت منهم وقالت: ياه، نورتوا من الساحل يا جماعة، أتمنى تكونوا اتبسطتوا. ولاء، انت فين؟ انت كويسة؟ وابني ايه اللي حصل؟ وايه الورقة دي؟ ابنك؟ افتكرته دلوقتي بعد 7 أيام. يا بنتي ما تكبريش المواضيع، احنا كنا فاكرينك تعبانة شوية وهتبقي كويسة، واحنا اصلا كنا هنرجع بسرعة. بسرعة؟ اسبوع كامل وانا بولد لوحدي في المستشفى. انت ولدتي لوحدك؟ اه لوحدي، لا جوز ولا حما ولا حتى موبايل تسأل بيه أنا مت ولا عايشة. طب ما احنا ما كناش نعرف إنها ولادة بجد، ماما قالت إنه مجرد تعب حمل وخلاص. اه يا حبيبتي عارفة، علشان كده قفلتوا عليا الباب ومشيتوا على الساحل، صح؟ والله ما كنتش أقصد يا ولاء، أمي قالت لي هترتاحي شوية ونرجع بسرعة، وأنا حاسس إن أنا غلطت. لا يا سعيد، انت ما غلطتش. انت اخترت المصيف بدل مراتك وهي بتولد، اخترت رضا امك بدل امان ابنك، اخترت تسيبني مموت من الوجع وتقفل عليا الباب. وانت بقى عملتي ايه؟ ان شاء الله غيرت القفل، ده بيت ابني. ولاء بصت لها باستغراب وقالت: ابنك؟ امتى بقى؟ وقت ما طلبتيه اكتبه باسمه، ولا وقت ما كنتوا بتصرفوا من فلوسي في الساحل؟ فلوس ايه يا ولاء؟ 25,000 جنيه يا حبيبي، اتسحبوا من الفيزا وأنا على سريري بولد في المستشفى. تحب أطلع لك المعاملات كلها؟ يعني كنا بنصرف على الأكل والفندق، وبعدين انتوا أهل وده أبو ابنك، يعني مفيش بينكم حسابات في الفلوس. وبعدين العفش بتاعنا فين؟ العفش
اللي أنا اشتريته بفلوسي اتبرعت بيه، لكن ما تقلقوش، شنطكم في مخزن آخر الشارع، دفعت الإيجار شهر كامل، اعتبروها بقى صدقة، وكمان رفعت قضية خلع علشان مش حابة أكمل حياتي معاك. ولاء بالله عليكي اديني فرصة. أنا غلطت، أقسم بالله، أقسم بالله غلطت، بس ما تضيعيش بيتنا علشان غلطة. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيدة، خربتي بيت ابنك بإيدك. ولاء فتحت باب العربية وكملت طريقها، واشترت بيت جديد قريب من بيت خالها، وبنت حياتها من جديد وبتربي ابنها. وبعد شهور العدة ما خلصت اتخطبت لابن خالها الصغير. أما سعيد وأمه وأخته رجعوا بيتهم القديم من تاني، وحياتهم بقت أقل من العادي. وسعيد ما كانش عارف ياخد أي خطوة جديدة في حياته، حاسس لأول مرة إن الخسارة مش بيت، الخسارة كانت بني آدمة الوحيدة اللي صدقته واستحملت كتير قبل ما تقع منه للأبد. أنا بسمة، ممرضة طول اليوم وخدامة طول الليل. كنت راجعة من المستشفى هدومي كلها إرهاق، دخلت الشقة بس ولا كأني دخلت بيتي. أول ما فتحت الباب سمعت صوتهم قبل ما أشوفهم، إخوات زين التلاتة قاعدين كأنهم مستنيني أرجع علشان يرموا عليا اللي وراهم. هانم جت أخيرا، المطبخ متبهدل بقاله ساعات، واحنا مش خدامين عند حد، وانتي المسؤولة عن البيت، ولا جاية تنامي وتروحي شغلك وخلاص. بصت لهم وسكت، لأن عارفة إن أي رد هيفتح عليا أبواب جحيم أنا مش قادرة عليها. دخلت أغير هدومي، بس صوتهم كان ورايا في كل خطوة، كأني مفيش حتة أهرب فيها. بجد أنا مش عارفة زي مستحملك على إيه، لا عارفة تهتمي بالبيت ولا حتى بأمه وإخواته، طول اليوم برا البيت. طب إيه لازمتك هنا؟ وقفت رديت عليها وقلت والله يا حبيبتي انتوا مش نونات مستنياني أرجع علشان أكلكم، وأنا بعمل اللي أقدر عليه وزيادة كمان، وشغلي مش سهل، وبحاول أوفق بين ده وبين البيت، بس مش قادرة لوحدي على كل ده، أنا بني آدمة برضو. في اللحظة دي سكتوا كلهم، بس مش اقتناع، لأ، كأنهم بيجمعوا كلام تاني. زين دخل في اللحظة دي، كان راجع هو كمان من شغله. في إيه يا جماعة؟ كل يوم نفس المشاكل، بسمة تعبانة من شغلها، وانتوا كمان مش سايبينها في حالها. أنا مش ناقص ضغط أكتر من كده، حرام عليكم، ده كفاية إنها بتساعد في مصاريف البيت وانتوا قاعدين، الرحمة شوية. هو احنا عملنا فيها ايه يا زين؟ ده كله علشان بنقول لها تعمل لنا لقمة ناكلها وتغسل بس المواعين بتاعت امبارح. امال بقى لو مدينا ايدينا عليها هتعمل فينا ايه؟ هترمينا في الشارع؟ انت بالذات ما تتكلميش، مش كفاية خسرتيني شقتي بسبب طليقك، وخلتيني اجي وعيشنا معاكم في المشاكل؟ واعملوا حسابكم، انا مستحمل بس عشان خاطر وصية ابويا الله يرحمه، لعند ما اشوف اخرتها معاكم ايه. وصية ابوك؟ لا واضح، ده انت عايز تريحها هي وتتعبنا احنا، والمفروض هي اللي تشيل مسؤولية البيت، احنا مش خدامين هنا ليها. زين حاول يفضل خناقة، لأنه عارف إخواته ما بيسكتوش. وتاني يوم نازلة على شغلي زي كل يوم، دماغي مليانة من اللي حصل امبارح، بس بقول عدي لحد ما فتحت باب الشقة، وفجأة حاجة ساقعة وريحة وحشة اتدلقوا عليا مرة واحدة. وقفت مصدومة، بصيت لقيت أخت جوزي الكبيرة واقفة قدامي، وفي إيديها الجردل وابتسامة مستفزة على وشها. ايه يا بسمة، شكلك مش عاجبني، قلت افوقك شوية يمكن ترجعي لحجمك الطبيعي، بدل ما صوتك يعلى عليا وتفكري نفسك بقيتي ست البيت فجأة كده. انت اتجننتي؟ فاكرة الحركة دي هتكسرني؟ بالعكس، دي بتأكد لي اني واقفة قدام ناس ما تعرفش غير القلة وقلة الأصل فعلا. قويت اخويا علينا، خلت يقف في وشنا ويزعق، ده عمره ما عملها، وبقى يهددنا بيكي، ده امبارح عايرني بطليقي بسببك، فرقتي بيننا وبينه. انا اللي فرقته عنكم ولا افعالكم هي السبب؟ انت ناسيه ان اخوكي باع شقته علشان ينقذك من الحبس، ولا الذاكره بتشتغل على مزاجك وبس؟ والله بقى ما تتكلميش في اللي ما يخصكيش، ده حياتي وانا حرة فيها، مش انت اللي تحاسبيني، واللي حصل ده كان غصب عني مش بإيدي خالص. غصب عنك ايه؟ طليق دخل مشروع وفشل فيه، وكان ماضي وصولات أمانة باسمك، وانت سبت الدنيا كلها تقع فوق دماغك، واخوكي هو اللي شال الليلة كلها لوحده.
في اللحظة دي سكتت، لكن عينيها مليانة كره. زين باع شقته اللي كان بيحلم يعيش فيها علشان يسدد الشيكات اللي باسمك قبل ما تدخلي السجن، وانت جاية دلوقتي تقولي أنا السبب؟ بجد عندك جرأة غريبة. حتى لو برضه هو أخويا وأنا أولى بمنك، مش انت اللي تيجي وتاخديه مننا ولا تتحكمي فيه وتخليه يشوفنا قليلين بالشكل ده. أنا ولا باخده منكم ولا بتحكم فيه، أنا بس وريته الحقيقة، إنه طول عمره بيدي وانتوا بتاخدوا، ولما وقف مرة لنفسه قلبته عليه كأنه غلطان. وفي حين وأنا بتكلم دخلت أخته التانية علينا وقالت: هو انت فاكرة نفسك ايه؟ شوية شغل في المستشفى خلوكي شايفة نفسك علينا؟ انت مهما عملتي عمرك ما هتبقي مننا، انت دخيلة وهتفضلي كده. كفاية فلوس أخويا اللي كلها رايحة عليكي. أنا دخيلة؟ طب اسألي نفسك كده، مين اللي واقف على رجله وبيشتغل ومش مستني حد يصرف عليه؟ أنا على الأقل بعتمد على نفسي، مش قاعدة آكل واتبطر وخلاص. وفلوسه عليا ايه يا حبيبتي؟ ده أنا بشتغل وبصرف على نفسي ويمكن على البيت كمان. انت آخر واحدة تتكلمي عن الفلوس، لأنك أصلا عايشة علينا ومش شايفة غير نفسك. يلا بقى عن إذنكم، هغير هدومي وانزل على شغل أهم. مشيت من قدامهم وسمعتهم بيتكلموا. تفتكري البت دي عاملة لأخوك عمل؟ أصل جدتها زمان بيقولوا كان بتعمل أعمال للناس. أعمال إيه بس يا سناء؟ أنت مش شايفاها حلوة إزاي وواخدة بالها من نفسها رغم شغل البيت وشغل المستشفى، إلا إنها بتلبس أحلى لبس ومزغللة عين أخوكي. الله، طب ما أخوكي حلو كمان وعينيه ملونة. اسكتي يا سناء بالله عليكي، تعالي ندخل نصحي أمك نشوف هنعمل ايه في جارتنا الجديدة الحلوة دي ساكنة قصادنا من يومين. ده أنا سمعت من الجيران بيقولوا عليها غنية قوي، وإنها جاية كام يوم كده تخلص حاجة في شقة أبوها المتوفي وبعدها تمشي على طول. كويس إنك عارفة الأخبار كلها، يلا بقى نروح نقول لأمك. بعدها دخلوا ولقوا مامتهم قاعدة في الصالة، والأخت الكبيرة قالت: بقولك ايه يا ماما، شفت الجارة الجديدة؟ بيقولوا عليها غنية قوي قوي، وفلوسها لوحدها تشتري الحتة اللي احنا قاعدين فيها، ومش متجوزة كمان ولا معاها حد، وعايشة ملكة، مش زي بسمة اللي جايبالنا الفقر. اه والله، بدل ما اخونا اتجوز الممرضة دي اللي بتعدي الفلوس علينا، كان اتجوز واحدة زي دي تخلينا نعيش عيشة فوق. بيقولوا دي عايشة في فيلا لوحدها، واكيد دلوقتي عندها شغالين. بلاش سيرة بسمة دي قدامي، غصب عنها شايلة البيت. أخوكم لوحده ما كانش هيقدر عليكم، ولا نسيتوا مصاريفكم اللي ما بتخلصش؟ مصاريف ايه بس؟ على أساس إنك كنتي لاقية غيرها؟ ما حدش رضي يجي يعيش في الزحمة دي، كلهم كانوا بيرفضوا أول ما يعرفوا الوضع هنا. أكيد طبعا، مين تقبل تعيش مع حماتها وتلات بنات في نفس الشقة؟ بسمة بس اللي وافقت علشان ما لقيتش غيرها، لأن سنها كسر ال30 وجاية تتمنن علينا بمرتبها. اسكتوا بقى، خلونا في المهم. الجرة دي ممكن تكون فرصة، يمكن لها أخ غني ولا حد مناسب يتجوز واحدة منكم، بدل ما انتوا الاتنين قاعدين لكده، واحدة مطلقة والاتنين قاعدين من غير جواز. أو أسهل من كده، أخونا يتجوزها هي، نخلص من بسمة ونرتاح ونعيش بقى زي الناس بدل البهدلة دي. انت بتحلمي، دي واحدة غنية مش هترضى تبقى زوجة تانية، ممكن تقبل واحد كان متجوز قبل كده، إنما تشارك واحدة مستحيل. يبقى نخليه يطلق بسمة وخلاص، احنا مش هنفضل مربوطين بواحدة فقيرة طول عمرنا، كفاية انها مسيطرة على البيت بفلوسها. وقتها زين كان راجع من شغله ودخل عليهم، والأم قالت: بقول لك ايه يا زين يا ابني، انت شفت الجارة الجديدة؟ شكلها بنت ناس ومرتاحة جدا، فرصة زي دي ما تتفوتش، لو قربت منها يمكن ربنا يكتب لك نصيب معاها. نصيب؟ انت بتقولي ايه يا امي؟ انا متجوز وبسمة مراتي موجودة وبتتعب معايا علشان البيت ده يمشي، وانا ما بقولش حاجة غلط. بص لمصلحتك ومصلحة البيت، واحدة غنية زي دي تريحك من الهم ده كله بدل الشقة اللي انت فيه. اسمعي يا أمي، انت عارفة من زمان قوي أنا نفسي عيشتي تبقى أحسن من كده، ونفسي في فلوس كتير، لكن برضو بسمع عمرها ما قصرت، بالعكس شايلة فوق طاقتها، مش علشان فلوس أبيعها وأجري ورا واحدة تانية. يا ابني فهمني، أنا عايزة أأمن مستقبلك،
انت شايف مصاريف البيت عاملة ازاي، واخواتك محتاجين. دي فرصة تنقذنا كلنا. يعني هتفضل طول عمرك تحت رحمة مرتب ممرضة؟ دي مش عيشة يا زين. انت تستاهل احسن من كده بكتير يا ابني. ما كملش كلامه مع والدته وسابها ودخل اوضته. وبعد نص ساعة دخلت بسمة وهي حزينة جدا. مالك يا بسمة؟ ساكتة ليه كده من ساعة ما دخلتي؟ وشك أصفر في إيه؟ حصل حاجة في الشغل ولا إيه؟ النهاردة وأنا في المستشفى جالي ضيق تنفس جامد جدا. حسيت إن أنا مخنوقة. دخت وقعت على الأرض. عملوا ليا تحاليل وقالوا عندي مشكلة في الرئة ومحتاجة علاج. يعني إيه مشكلة في الرئة؟ طب بسيطة ولا إيه؟ والدكاترة قالوا هتتعالجي ولا الموضوع كبير؟ وإنتي ليه ما قلتليش من بدري؟ إنتي كده خضتينا عليكي. ما كنتش عايزة أقلقك، بس شكل الموضوع مش بسيط، وممكن أقعد فترة في البيت وما اشتغلش. أنا خايفة عليك من المسؤولية دي. مش عايزاك تشيل البيت كله لوحدك. حتى شغل البيت هيبقى صعب عليا قوي. بعدها خرج زين لوالدته. مراتك عدت من قدامي من شوية، بكلمها ما بتردش عليا. يرضيك كده يا ابني؟ يا الله يخليكي، بسمة تعبانة جامد وعندها مشكلة في الرئة ومش هتنزل الشغل، وأنا بصراحة تايه ومش عارفة أتصرف. المصاريف كتير وأنا لوحدي. يعني هتفضل شايلها طول عمرك؟ دي كده بقت مريضة ومش هتفيدك بحاجة. انت لسه شاب. اتجوز نجلاء وريح دماغك بدل ما تغرق في المشاكل دي. بس دي مراتي يا أمي، مش سهلة عليا أسيبها كده وهي تعبانة. أنا مش قادرة أعمل كده مهما حصل، حتى لو الموضوع صعب عليا. الكلام ده ما بيأكلش عيش يا ابني. بص لقدام يا حبيبي. دي محتاجة علاج ومصاريف كتير، ونجلاء هتريحك. انت محتاج واحدة تساعدك، مش واحدة تشيلك الهم. بعدها الإخوات دخلوا حاولوا يقنعوا زين يتجوز نجلاء علشان حياتهم تتغير. اسمع يا زين، احنا بنقولك الصح. نجلاء بنت كويسة وعندها فلوس وهتساعدك. انما بسمة حالتها صعبة ومصاريفها هتغرقك، وانت مش ناقص تعب. وعلى العموم انا عرفت انها بقت بتيجي في الشقة بتاعت والدها كل شهر. يعني فرصة تتعرف عليها. وكمان انت شكلك بقى تعبان ومش طايق نفسك. ليه تعيش كده؟ اتجوز نجلاء وابدأ حياة جديدة بدل الضغط اللي انت فيه ده. وبعد شهرين بسمة قعدت في البيت خالص. بطلت شغل. وزين بقى شايل كل حاجة، مصاريف وأكل وعلاج. وكل يوم الضغط عليه بيزيد. وابتدى يفكر في كلام والدته، وقعدت معاه من تاني وحاولت تقنعه. مالك كده مهموم؟ مش قلتلك؟ بسمة مصاريفها كتير ومفيش فايدة في علاجها. رجعها لأهلها وهم يصرفوا عليها. أنا مش عايزة أظلمها يا أمي، بس فعلا تعبت ومش عارف أعمل إيه. كل حاجة بقت تقيلة عليا وحاسس إن أنا مخنوق مش قادرة أكمل. يبقى الحل قدامك. نجلاء هتريحك من كل ده، وبما إنها غنية يبقى هتديك فلوس ياما وتشغلك معاها. إنما بسمة هتفضل حمل تقيل عليك، وإنت مش ناقص يا حبيبي. بعدها زين حاول يقرب من نجلاء، والعلاقة كانت كويسة جدا ما بينهم. وبما إنها غنية مفرقش معاها مستواها المادي، لكن شرطت عليه قبل الجواز وقالت: أنا مش هقبل أكون زوجة تانية في حياتك. لو عايزني بجد تطلع مراتك الأولى. أنا ما بحبش المشاركة ولا أعيش في مشاكل. بعدها زين روح بيته وقال لإخواته: أنا مش عارفة أتصرف. نجلاء بتقولي لازم أطلق بسمة، وبعدين إزاي أخرج بسمة من البيت وأقول لها أطلقك؟ مستحيل أمشيها كده. دي مهما كان مراتي، مش قادرة أوجهها بالكلام ده ولا أظلمها بالشكل ده. سهلة جدا، نوديها قدام المستشفى ونسيبها هناك، ولو حد سألنا عنها هنقوله مبقاش لينا ليها علاقة وبتمشي لوحدها من غير ما تحس. كده نخلص منها من غير وجع دماغ ولا أي مشاكل. لا طبعا، الكلام ده ما ينفعش خالص. دي مهما كان بتصرف علينا ووقفت جنبنا كتير. عيب نرميها بالشكل ده كأنها ولا حاجة. دي إنسانة في الآخر. ايه ده؟ مال قلبك حني ليها فجأة كده؟ ولا خايفة عليها بجد؟ ما تنسيش إنها لو فضلت هنا هتقفل علينا باب الرزق، ونفضل طول عمرنا كده. اسمعوا، لازم نتصرف بعقل. نوديها المستشفى عادي ونبلغ أهلها يجوا ياخدوها، ونقول لهم مش قادرين نصرف عليها، وهم هيفهموا لوحدهم. وبكده نكون عملنا اللي علينا
وعدنا العيب، لا ظلمناها ولا خلناها في رقبتنا بعد كده. وفعلا نفذوا خطتهم. زين اتجوز نجلاء بعد ما طلق بسمة، ونقل يعيش معاه في قصر كبير، وبطل يصرف على أمه وإخواته البنات. كانت الحياة شكلها حلو، بس الحقيقة كان غير كده خالص. نجلاء وهي بتتكلم قدام ضيوفها: زين ده أنا اللي عملته، خليته يلبس كويس ويبقى شكله يليق بيا. قبل كده كان عادي خالص، بس أنا بعرف أختار وأكون الراجل اللي يناسب مستوايا. زين كان واقف متضايق وساكت، وبعد ما الضيوف مشيوا قال: الكلام اللي قلتيه ده، أنا مش لعبة في إيدك، أنا جوزك، ما ينفعش تقللي مني قدام الناس بالشكل ده. انت عايش هنا بفلوسي وكل حاجة حواليك مني، فطبيعي اتكلم بالطريقة دي. لو مش عاجبك الباب مفتوح، بس فاكر هتلاقي زي العيشة دي تبقى غلطان. زين حس بالإهانة وسكت، وبدأ يحس إن هو غلطان. زين بعد فترة لاحظ إنه بقى زي الضيف التقيل في بيتها، ملوش كلمة وهي بتتحكم في كل حاجة. وابتدى يفتكر بسمة وهدوءها وحنيتها. وعلى الجانب التاني عند بسمة، كانت قاعدة في بيت أهلها. بسمة رجعت عند أهلها تعبانة ومكسورة، بس أهلها وقفوا جنبها وفضلوا يراعوها لحد ما حالتها بدأت تتحسن واحدة واحدة. بسمة كانت قاعدة وبتتكلم مع والدتها: أنا كنت فاكرة حياتي انتهت لما زين طلقني يا ماما، بس وجودكم جنبي فرق معايا. ابتديت أتعالج وأفوق، حاسة إني ممكن أرجع أقف على رجلي من تاني. انتي مش قليلة يا بنتي، واللي حصل ده كان ابتلاء وانتي عديتي منه. ركزي في علاجك وفي شغلك، وربنا هيعوضك عن كل وجع شفتيه. وبعد 3 سنين أم زين ماتت، وإخواته التلاتة بقوا لوحدهم. كل واحدة بتشتغل علشان تصرف على نفسها، والحياة بقت صعبة جدا عليهم. إنما عند نجلاء، خسرت فلوسها واحدة واحدة، ما بقاش في القصر ولا العيشة اللي كانت. وزين بقى حمل عليها، لحد ما في يوم طردته: أنا خلاص خسرت كل حاجة، ومش ناقصة أصرف عليك كمان. أنت بقيت عال عليا، امشي من هنا، كل واحد يشوف حاله. أنا مش هتحمل أكتر من كده. هو أنا جيت هنا علشان أبقى مرمطون ليكي؟ أنا سبت كل حاجة علشانك، ونسيت إخواتي علشانك، وفي الآخر بتطرديني؟ طب أروح فين دلوقتي وأنا تعبان ومش قادرة حتى أشتغل؟ والله يا حبيبي دي مش مشكلتي، روح لحد يعالجك على نفقة الدولة. زين حالته ساءت جدا نفسيا وجسديا، لحد ما جاله جلطة خلته مش قادر يتحرك كويس وبقى لوحده، لا فلوس ولا حد جنبه. زين اضطر يروح مركز طبي حكومي علشان يتعالج ببلاش، وهناك شاف بسمة، بس كانت مختلفة خالص. كانت هي المدير التنفيذي للمركز كله. بسمة، أنا عارف إن أنا ظلمتك، أنا بعت الجوهرة بإيدي واخترت حاجة ملهاش قيمة، سامحيني على كل اللي عملته فيكي زمان. ملوش لازمة الكلام ده دلوقتي يا زين، انت كنت بتجري ورا الفلوس وخسرت كل حاجة، وانا لجأت لربنا وهو شفاني وقواني وعوضني بالأحسن. أنا فهمت متأخر قوي، الفلوس ممكن تجيب علاج، بس عمرها ما تجيب راحة ولا حب حقيقي. أنا ضيعت كل حاجة بإيدي للأسف. كل واحد بيتعلم بطريقته، المهم انك فهمت، بس الحياة مش بترجع لورا، كل واحد بيكمل طريقه، وربنا بيعدل الكفة في الآخر. زين خرج وهو مكسور، وعرف ان الفلوس ممكن تشتري دواء، بس عمرها ما تشتري راحة ولا قلب بيحب بجد. في بيت كبير كان ملك الراجل اسمه يحيى، أغنى راجل في البلد. يحيى كان متجوز 3 ستات، وكل واحدة فيهم جابت له بنت، لحد لما بقوا 7 بنات في البيت. لكن ده ما كانش عاجب يحيى، لأنه كان نفسه في ولد يشيل اسمه ويورث كل اللي بناه. وفي يوم جمع زوجاته التلاتة وقال: أنا تعبت من الموضوع ده، 7 بنات ولا واحدة فيكم قدرت تجيب لي ولد. أنا محتاج ولد يشيل اسمي ويورث أرض ومالي، كده ما ينفعش. ردت الزوجة الكبيرة وقالت: بقول لك ايه يا يحيى، دي حاجة مش بإيدينا يا أخويا، ربنا هو اللي بيكتب، والبنات نعمة بيملوا البيت فرحة، ليه شايفهم كأنهم عبء كده؟ احنا عملنا اللي علينا. أنا بقى مش مقتنع بالكلام ده، أنا قررت أتجوز مرة رابعة، يمكن ربنا يكرمني بالولد، لازم حد يكمل اسمي من بعدي. زوجاته كانوا عارفين إن يحيى لما بياخد قرار ما بيرجعش فيه،
مفكرش كتير ومدورش بعيد، واختار زكية بنت الشغالة اللي كان بتساعد في البيت من سنين. وقتها الخبر وصل بسرعة لأم يحيى الست الكبيرة، وقالت: اللي سمعته ده صحيح يا يحيى؟ ناوي تتجوز بنت خدامة بعد اسم عيلتنا ومكانتنا؟ كان قدامك بنات كبار البلد، لكن واضح انك مصمم تكسرني قدام الناس. وانا مالي بكلام الناس يا امي؟ انا عايز ولد يشيل اسمي وبس، مش مهم تبقى بنتي مين، اللي يهمني تجيب لي وريث. غير كده كل الكلام ده ما يفرقش معايا. انت شايف نفسك بس يا يحيى، 3 ستات في بيتك ومش مالين عينك، دلوقتي رايح تتجوز خدامة؟ ده مش جواز، دي فضيحة للعيلة كلها. العيلة دي انا اللي بنيت اسمها بفلوسي وارضي، ما حدش ليه كلمة عندي. انا حر اتجوز اللي انا عايزها، واللي مش عاجبه الكلام ده يشرب من البحر. انت ابني الوحيد وخايفة عليك، هو جوازك من بنت الخدامة دي هيخلي الناس تضحك علينا سنين طويلة. الناس تضحك ولا تعيط دي مش مشكلتي، انا عايز ولد وبس. لو زكية هتجيب لي الولد يبقى هي انسب واحدة، والباقي كله في الفاضي. طيب اسمع مني كلمة أخيرة، لو طلعت زي غيرها وجابت بنت هتعمل ايه؟ هتفضل تتجوز وتطلق لحد ما القصر يبقى مليان بنات؟ لو حصل كده هتصرف وقتها، انا ما بفكرش في بكرة، انا عايز اللي في دماغي دلوقتي، واللي عايزه هيحصل سواء عجبكم ولا لا. بعدها ساب والدته وكمل في طريقه. وتاني يوم يحيى طلب أم زكية: انا قررت اتجوز بنتك زكية، هتبقى مرات الرابعة وهعيشها في القصر زيها زي باقي مراتاتي، ايه رأيك؟ الأم وقتها اتفاجئت، لكن الفكرة بالنسبة لها كان فرصة كبيرة. قالت بسرعة: ده شرف كبير لينا يا يحيى بيه، زكية بنت طيبة مؤدبة، وأكيد هتكون زوجة كويسة، احنا منقدرش نرفض لك طلب. لكن الحقيقة إن الأم كانت عارفة كويس يحيى ما كانش بخيل في الفلوس وبس، كان بخيل في مشاعره كمان. بعد ما خرجت الأم راحت لزكية تحكي لها الخبر: اسمعي يا بنتي، يحيى بيه طلبك للجواز، دي فرصة تغير حياتك، هتبقي عايشة في القصر بدل حياة الخدم، يبقى اسمك مرات البيه. أنا سمع كلام الناس عنه يا أمي، بيقولوا إنه قاسي شوية وبخيل في قلبه وقبل فلوسه، بس لو ده نصيبي أنا هرضى. أيوة يا بنتي، عن العقل، انت كده كده ما حدش بيتقدم ليكي، لأنك ما بتخرجيش من هنا ولا حد بيشوفك. وبعدين أنا أمك وعارفة الحياة مش دايما سهلة يا زكية، بس يمكن قلبه يلين مع الوقت، ويمكن ربنا يكتب لك الخير. زكية كانت حاسة إن حياتها داخلة على حكاية طويلة، لأن يحيى كان عنده أراضي كتير وفلوس تكفي بلد كاملة، لكن كان معروف بين الناس بحب المال، لدرجة إنهم كانوا بيقولوا إن قلبه بقى زي الخزنة مقفول ومليان بس بالذهب. وفي القصر الكبير كان يحيى قاعد وبيكلم نفسه: المرة دي هينجح الموضوع، انا متأكد ان زكية هي اللي هتجيب لي الواد اللي مستنيه، وحتى لو ما جابتش الا بنت انا كده كده اي واحدة تتمناني. وبعد الجواز زكية حياتها ما اتغيرتش كتير، زمان كانت خدامة في القصر، ودلوقتي بقت مرات مالك القصر، لكن الإحساس واحد، كانت دايما حاسة إنها لسه خدامة مش زوجة. كانت مستنية إن قلب يحيى يلين مع الوقت، لكن ما كانش شايف فيها غير أمل واحد: ولد يشيل اسمه. أما زوجات يحيى ال3 فكانوا بيكرهوا زكية جدا، وبيستنوا اللحظة المناسبة علشان يوقعوا بينها وبين جوزها. وفي يوم قامت زكية على ألم جامد في بطنها، قعدت على طرف السرير بتحاول تقوم لكن جسمها كان تقيل. أمها دخلت عليها وقالت: مالك يا زكية، وشك شاحب قوي من امبارح وانا حاسة انك تعبانة، قولي لي بصراحة، حاسة بإيه؟ معدتك وجعاكي ولا في حاجة تانية مضايقاكي؟ مش عارفة يا أمي، من الصبح وأنا حاسة بدوخة وغثيان، بطني بتوجعني ومش قادرة حتى أبص للأكل، أو يعني على أساس يعني هو بيأكلنا. الأم سكتت لحظة وكأنها فهمت حاجة: قولي لي يا بنتي، معدك اتأخر، حاسة بوحم؟ يمكن اللي أنا بفكر فيه صح، يمكن ربنا كرمك وطلعتي حامل. حامل؟ معقولة يا أمي؟ أنا حتى ما فكرتش في الموضوع، بس فعلا في حاجة غريبة جوايا، وكأني نفسي في أكل معين طول الوقت.
أنا أمي يا بنتي، والأعراض دي معروفة عندي. واضح إنك حامل، لكن اسمعي كلامي كويس. لو ضرايرك عرفوا الخبر دلوقتي ممكن يأذوكي. ليه يعملوا كده يا أمي؟ أنا ما عملتش حاجة. أنا حتى بحاول أبعد عنهم علشان المشاكل. الغيرة يا بنتي صعبة. هما شايفين إنك ممكن تجيبي الولد اللي هما ما قدروش يجيبوه، علشان كده لازم الخبر يفضل سر لحد ما الحمل يثبت جواكي. مرت أيام قليلة والتعب بدأ يزيد على زكية، وفي يوم طلبت إنها تقعد مع يحيى وقالت: يحيى، أنا تعبانة بقالي أيام، بطني بتوجعني وغثيان شديد. ممكن توديني للدكتور؟ يمكن يكون في حاجة محتاجة علاج. دكتور ايه بس يا زكية؟ شوية تعب وهيعدوا. انا مش فاضي للحاجات الصغيرة دي. ارتاحي يومين كده وخلاص. زكية حاولت تتكلم تاني، لكن كان خلاص مشي. رجعت أوضتها وهي حاسة بوحدة كبيرة. دخلت أمها بعد وقت قليل ولقيتها قاعدة وحاطة إيديها على بطنها. مالك يا بنتي؟ شكلك متغيرة النهاردة أكتر، وأكيد جوزك رفض يوديك للدكتور، مش كده؟ الوحم بدأ يظهر عليكي، صح؟ قوليلي يا حبيبتي، نفسك في إيه؟ أيوة طبعا رفض يا أمي، بس أنا بقالي يومين نفسي في لحمة مشوية كده، ويكون طعمها حلو. كل ما أفكر فيها بحس إن أنا عايزاها دلوقتي. ده طبيعي يا بنتي، الوحم بيعمل أكتر من كده، بس المشكلة إن القصر نفسه الأكل فيه قليل، ويحيى بخيل حتى على أهل بيته، ومن الصعب نعمل أي أكل من وراه. ده بيحاسب على شوية الملح. أنا مش طالبة كتير يا أمي، حاسة إن نفسي في اللحمة دي بشكل غريب، مفيش حد حاسس بيه غيرك. الصبر بس يا بنتي، أنا لو قدرت أجيبلك لحمة من المطبخ من غير ما حد ياخد باله هجيبها، بس ياريته فيه. انت عارفة جوزك ما بيجيبش لحمة غير في السنة مرة، وأنا مش بإيدي. عدى يومين وزكية على نفس حالها. كانت عارفة إن جوزها مستحيل يجيب لها أي حاجة حتى لو باست رجليه. زكية ما قدرتش تستحمل أكتر من كده، وراحت لوالدتها على مطبخ القصر وقالت: يا أمي، أنا بقالي يومين نفسي في لحمة، وريحتها في دماغي من امبارح. لو تقدري تجيبيلي حتى لو حتة صغيرة. حبيبتي يا بنتي، والله ما عنديش فلوس أشتري لحمة، بس هطلع السوق وأسأل الجزارين، يمكن حد فيهم يديني لو حتة صغيرة أشويها لك وتاكليها. لا خلاص يا أمي، أنا عارفة حالك وظروفك، ما ينفعش تطلبي من حد حاجة علشاني. ايه الناس يقولوا ايه؟ شحاتين؟ احنا كنا بنخدم هنا في القصر، لكن ده بعرقنا وما كناش بنشحت اللقمة. خلاص أنا هصبر، يمكن الوحم ده يروح لوحده بعد يومين. على عيني يا بنتي، تكون بنتي الوحيدة واشوف نفسك في حاجة ومعرفش اجيبها لك. هحاول بس واسألك، يمكن ربنا يرزقنا بحد كريم. اللي يشوف الخير حوالينا والقصر اللي عايشين فيه يفتكر ان احنا عايشين في نعيم، بس الحقيقة ان بطولنا فاضية من الجوع. حتى جوزي لو بوس رجليه مش هيجيب لي حاجة. والله يا امي، انا اول مرة اشوف واحد بيأكل اهل بيته مرة واحدة بس في اليوم، كأننا صايمين. لكن يوم بعد يوم كان الوحم بيزيد على زكية اكتر. انا كده هتجنن بجد، بقالي ايام نفسي في لحمة مشوية. انا لو ماكلتش لحمة النهاردة حاسة اني مش هقدر استحمل دقيقة كمان، انا ممكن اموت فيها. بعدها خرجت زكية من البيت وقت ما كان جوزها لسه في شغله، ومشيت في طريق طويل لمكان الدبايح قبل ما تتوزع على الجزارين في السوق. وبعد شوية وصلت للمكان. لو سمحت يا عم، انا عندي طلب منك. انا حامل وجوزي راجل بخيل قوي. الوحم عندي جديد ونفسي في حتة لحمة مشوية، ولو حتى حتة صغيرة. لحمة مشوية؟ بس يا بنتي أنا لسه بذبح، واللحمة دي بتتوزع للجزارين. وبعدين انتي شكلك تعبان قوي، هو جوزك ما بيجيبلكيش اللي نفسك فيه ولا ايه؟ والله يا عمي لو كان بيجيبلي ما كنتش جيت هنا. انا بقالي ايام مش قادرة اكل، والريحة مالية دماغي. انا لو ما اكلتش لحمة هتجنن بجد. طيب اهدي يا بنتي بس، ما تعيطيش كده. الحمل صعب وربنا يعينك. استني هنا دقيقة واحدة وانا هشوف اقدر اعمل لك ايه، وانا هعتبرها صدقة لوجه الله. وقتها الراجل قطع حتة لحمة كبيرة، وبسرعة جمع شوية حطب وولع نار صغيرة، وبعد شوية حط اللحمة فوق النار لحد ما بدأت تستوي والريحة تتنشر في المكان.
وبعد ما استوت قطعها لها وناولها لها. زكية بدأت تاكل بسرعة كأنها ما دقتش الأكل من أيام. والله يا عم كنت هموت من نفسي عليها. ربنا يجازيك خير ويبارك لك في رزقك يا رب. والله عمري ما هنسى معروفك معايا. النهاردة أنقذتني من تعب كبير. كل براحتك يا بنتي، واضح انك جعانة بجد. الحمد لله اني قدرت افرحك بحاجة بسيطة. ربنا يقومك بالسلامة ويهون عليك الحمل. لكن اللي ما كانتش تعرفه ان في حد شافها وهي خارجة من البيت بدري. كانت الزوجة التانية ليحيى واقفة عند الشباك وقتها، ولاحظت ان زكية خرجت لوحدها في وقت غريب. الزوجة التانية ندهت على الخدامة وقالت: تعالي يا سميحة، شوفي زكية رايحة فين بدري كده. امشي وراها من غير ما تاخد بالها، وارجعي قوليلي كل خطوة عملتها. أنا حاسة إن وراها سر. سميحة هزت راسها وخرجت ورا زكية من غير ما تحس. مشيت وراها الطريق كله لحد ما وصلت لمكان الدبايح وشافت كل حاجة بعينيها. رجعت بعدها تجري على البيت. الحقي يا ست هانم، أنا شفت بعيني اللي محدش يتخيله. زكية راحت مكان الدبايح وفضلت تترجى الراجل هناك، اداها حتة لحمة مشوية وقالت إنها حامل وجوزها بخيل ومش بيأكلها. الزوجة اتفاجئت من كلام سميحة. ايه؟ زكية حامل؟ وكمان مخبية الحمل عننا وعن يحيى كمان؟ شكلها مش سهلة زي ما كنت فاكرة. بس ماشي يا زكية، الزمن طويل وحبل الكذب قصير. بقولك ايه يا بنتي يا سميحة، انت متأكدة من الكلام ده؟ أنا متأكدة من كل كلمة قلتها يا ست هانم. شفت كل حاجة بعيني وسمعتها وهي بتقول إنها جعانة وجوزها بخيل وما بيجيبلهاش اللي نفسها فيه. يعني من الآخر كده شكلها كان بتسوق سمعته وبتشحت. بعدها الزوجة التانية قامت بسرعة وقعدت مع باقي الضراير وقالت: سمعت آخر الأخبار، زكية حامل ومخبية الحملة عننا وعن جوزها يحيى كمان. شكلها فاكرة نفسها لما تخبي الموضوع هتبقى حاجة كبيرة بينا. ايه الكلام ده؟ دي مجرد خدامة فقيرة دخلت بيتنا بالحيلة. حتى لو خلفت ولد عمرها ما تبقى زينا ولا هيبقى ليها مكان بين الستات الكبار. هي بقى فاكرة انها لو خلفت ولد هيورث كل حاجة وبناتنا لأ، واحنا قاعدين نتفرج. لا والله، الحمل ده مش هيكمل. اقسم بالله انها مش هتفرح بيه. يبقى دي فرصتنا من زمان واحنا مستنيين نمسك على غلطة. لازم نرجعها من المكان اللي جت منه قبل ما تكبر علينا. والمصيبة مش بس في الحمل، دي كمان خرجت بدري وراحت تطلب أكل من الناس وتقول إن جوزها بخيل وبيجوعها. تخيلوا لو يحيى سمع الكلام ده ممكن يقتلها فيها لو عرف إنها طلعت تشحت. يبقى الليلة نحكي ليحيى كل حاجة، نقوله إن مراته بتطلع تتمشى في السوق وتشكي للناس، وساعتها نشوف هيتصرف معاها ازاي. أما عند زكية فكانت في الطريق لبيتها ماشية وهي فرحانة بعد ما أكلت اللحمة اللي كان نفسها فيها. وعند الزوجة التانية فضلت مستنية يحيى لحد ما رجع من الشغل آخر النهار. تعالى يا يحيى، لازم أحكي لك على حاجة حصلت الصبح. بصراحة فضلت مستنياك طول اليوم عشان أقولها لك، لأني مرضتش أخبي عنك اللي عملته زكية. أنت برضو جوزي وسمعة أي واحدة مننا من سمعتك برضو. خير، مالها زكية تاني؟ كل شوية مشكلة. قولي بسرعة اللي حصل، شكلك كده بتقولي خبر مش بسيط. الصبح بدري خرجت من البيت من غير إذنك وراحت عند راجل غريب في مكان الذبح تطلب منه لحمة وتقول إنك بخيل وبتجوع مراتك. والمصيبة الأكبر كمان إنها حامل ومخبية الحمل عنك. أنا استغربت جدا ليه تخبي حملها عن جوزها. يمكن علشان الطفل ده مش ابنك أصلا. ايه اللي بتقولي ده؟ زكية تقول عني بخيل قدام الناس وتخرج من غير إذني وكمان تخبي الحمل عني؟ لا، كده الموضوع كبير. آمن مكانه بعصبية وهو بيصرخ. زكية خرجت من أوضتها وهي مرعوبة. زكية، يا زكية، اطلعي لي حالا. ايه اللي سمعته عنك ده؟ خرجت من غير إذني ورحت الراجل غريب تشكيله مني؟ يحيى قرب منها بعصبية ومسك ايديها بعنف وكمل كلامه. رايحة تقولي للناس اني بخيل وبجوعكم وتشوهي صورتي قدام الخلق وكمان تخبي حملك عني ليه؟ يمكن الطفل ده مش ابني. ايه الكلام ده يا يحيى؟ استغفر ربنا، الحمل ده ابنك من صلبك. انا عمري ما خنتك ولا عملت حاجة تغضب ربنا.
الشيطان هو اللي خلاكي تعملي كده. أنا طلعتك من الفقر وخليتك تعيشي بين الناس الكبار، وفي الآخر تشوهي سمعتي قدام الناس. سيبني، ايدي بتوجعني، انا حامل والله، ما يصحش تعملني كده، انا مغلطش في حقك. دلوقتي لسه فاكرة تقولي إنك حامل؟ حملك ده ما يهمنيش، تعالي معايا دلوقتي وهتعرفي أنا هعمل فيك إيه. مسكها من دراعها بعنف وسحبها لأوضة مهجورة في البيت ورماها جواها وقفل الباب. بعدها خرج ونادى واحد من الخدم. اسمع، انت تروح السوق حالا وهات 10 كيلو لحمة، عايزهم يتشووا كويس وتحطهم قدامها، خليها تاكلهم كلهم لوحدها. 10 كيلو لحمة يا بيه؟ ده كتير جدا على شخص واحد، أكيد حضرتك تقصد حاجة تانية. اعمل اللي قلتلك عليه وبس. أنا عايز أعلمها درس عمرها ما تنساه، علشان ما تقولش عني تاني إني بخيل قدام الناس، وبعدها أطلع روحها بإيدي. الخبر وصل بسرعة لأم زكية، فجريت على البيت وهي مرعوبة. وقفت قدام يحيى وهي بتترجاه. يا بيه بالله عليك اسمعني، الجنين اللي في بطن بنتي ابنك والله، ومن صلبك. بنتي عمرها ما تخون ولا فكرت تخونك حتى. أنا مش عايز أسمع كلام من حد، بنتك شوهت سمعتي قدام الناس، اللي عملته لازم تدفع تمنه. وفتح باب الأوضة بعنف ورمى أم زكية جواها عند بنتها وقفل الباب من تاني. وبعد ساعات أمر يحيى يجيبوا اللحمة ويطلعوا زكية وأمها من المخزن. اتلم في المكان زوجاته التلاتة والخدم، وكلهم واقفين يتفرجوا على اللي هيحصل. وقف يحيى قدام زكية وقال: ها يا زكية، مش كنت بتقولي إن أنا بجوعك ومش قادرة تعيشي معايا؟ أهو قدامك اللحمة 10 كيلو كاملين، كليهم كلهم النهاردة، لأني بعدها هطلع روحك. زوجات يحيى كانوا واقفين يضحكوا. شايفة، أخيرا جت اللحظة. زكية كانت فاكرة نفسها هتكبر علينا لما تجيب ولد ليحيى. دلوقتي نشوف كلنا هتخرج من الورطة دي ازاي، دي فهي موتها يا طلاقها. مش كنت بتشحتي لحمة في الشارع وبتاكليها بفجع كأنك عمرك ما دقتي لحمة؟ ها قوليلي، كنت بتاكليها ازاي كده؟ وبدأ يحيى ياكل من الأكل بعصبية، لكن فجأة حط إيده على قلبه ووقع على الأرض. الكل فكر إن يحيى أغمى عليه، لكن الحقيقة إنه مات، وفضل موته سبب مجهول. وما عداش أسبوع إلا إن أم يحيى ماتت هي كمان من الحزن على ابنها الوحيد. وحضر جنازتهم ابن عم يحيى بدر، كان راجل طيب وهادي. وبعد أيام راح يقابل زكية وأمها في البيت. أنا جاي أقولك كلمة حق يا زكية، سامحينا على اللي حصلك. أنا كنت عارف إن يحيى طبعه صعب وبخيل، وما كانش المفروض يعاملك بالشكل ده. اللي حصل حصل يا بدر، كله قضاء وقدر. أنا عمري ما كنت أتمنى الشر ليحيى رغم اللي كان ناوي يعمله فيا. لكن برضه موت يحيى بالشكل ده مش مريح قلبي، لازم أعرف الحقيقة، لأن اللي حصل مش طبيعي. إزاي يموت مرة واحدة وهو بياكل؟ أنا أول مرة في حياتي أشوف كده. بدأ بدر يسأل في البيت ويلاحظ تصرفات الخدم، وكان دايما شايف بنت شغالة تحت إيد الزوجة التانية ليحيى مرعوبة وبتتصرف بتوتر. اسمعي يا بنت انتي، أنا شايف خوفك من يوم وفاة يحيى، قولي الحقيقة من غير لف ولا دوران، إيه اللي حصل يومها؟ والله يا بيه أنا ما عملتش حاجة، أنا أقسم لك بالله أنا بريئة. أنا حتى خايفة على أكل عيشي، بس مراتات يحيى هما اللي ادوني إزازة صغيرة وقالوا لي أرشها على الأكل. قالوا لي ده دواء يخلي الجنين يسقط لو زكية أكلت منه. كانوا خايفين يحيى بيه يسامحها، ويخافوا أكتر إنها تولد ولد ويورث كل حاجة. ها كملي كلامك، لأني فيها بوليس، فأحسن لك قولي الحقيقة. أنا يا بيه رشيت اللي يسقطها، لكن هم اللي حطوا السم بنفسهم. كانوا ناويين يوقعوا الجنين قبل ما يتولد، وقالوا ليه آثار جانبية، يعني ممكن زكية كمان تروح فيها ويخلصوا منها. بدر صدم من الكلام، ما ضيعش وقته وراح فورا بلغ البوليس وحكى لهم كل اللي حصل، وأخد الشغالة معاه كشاهدة في القضية. وبعد التحقيق حكم القاضي على الزوجات يحيى بالسجن بقية حياتهم جزاء اللي عملوه. بعد ما انكشفت الحقيقة فضلت زكية عايشة مع أمها في البيت، وبنات يحيى بقوا في رعايتها، وكان بتعاملهم كأنهم بناتها بالظبط. وبدري كان دايما يجي ويطمن عليهم ويساعدها. وبالفعل بدأت زكية تشتغل شغل جوزها يحيى، ومع الأيام كبرت تجارتها وربنا رزقها بولد سمته سعد. بدري كان معجب جدا بشطارة زكية في الشغل وطيبة قلبها على بنات جوزها،
فقرر يتقدم ليها، وفعلا تم الجواز. والكل فضل يتكلم عن زكية، من خدامة فقيرة لست غنية وصاحبة تجارة كبيرة. تمسكها بالله هو اللي غير حياتها.